اليوم غنديرو قصة غلالة والوحش. كان يا مكان في قديم الزمان، في دوار بعيد ما كان عنده عنوان. عاشت غلالة في أسرة فقيرة، الأم مسكينة مريضة والأب فقير معدوم، وكان عندها خوتها صغار مساكن. إلا فطروا ما يتغداو وإلا تغداو ما يتعشاو. غلالة كانت زوينة بزاف، عندها الشعر طويل وكحل بحال الليل، وعندها واحد العينين عسليين، والروح ديالها خفيفة ولطيفة، وبنات الدوار كلهم كيحسدوها على زينها. واحد العام حمل الواد وهاج على الدوار وهلك الزرع والبهيمة، وما بقى عندهم ما يتكال لا الكبير ولا الصغير. وزاد الطين بلة حتى الأم ديالها مسكينة ماتت، وزادهم حزن على الفقر والضحكة هجرت الدار، وما بقى في بلاصتها غير الحزن والبكاء. بقى الأب كيفكر وهو يقرر يجيب مرا جديدة للدار باش تهلا فيه وفي الولاد وفي غلالة. ولكن اللي كان ما ضاربش ليه الحساب هو ان هاد المرا كانت قاسية، ما كتعرف لا شفقة ولا رحمة. كانت حاطة الحمل كله على غلالة، الشغل ديال الدار، تجيب الحطب من الغابة، تمشي تسقي الماء، وهاد التمارة كاملة غير باش ينقص من الزين ديال غلالة وتطيح ليها الكتاف. ولكن كانت غلالة غامة كتزيد في الزين، وهي تقول هذيك المرأة هاد البنت شتها كاع ما دبلت، هاد البنت ما ينفع معاها يا مرضى يا موتى. وفي واحد النهار كان فيه البرد والشتا، ومع ذلك صفطات غلالة باش تجيب الحطب من الغابة، وهي تتبع ما تعيق بها غلالة. ملي وصلت للغابة وطاحت عليها الضبابة، وهي تلقاها فرصة هزت واحد الحجرة وهي تضرب غلالة واحد الضربة على راسها. طاحت غلالة في الأرض، ومن بعد حفرت لها واحد الحفرة ودارت فيها غلالة، وما عرفتها حتى واش ماتت ولا بقى حية. وهي ترجع للدار فرحانة بأنها تهنات من الأولى، وكانت متأكدة أنه حتى واحد ما شافها أشنو دارت، ونسات أن الله هو أعظم شاهد. ملي حلات غلالة عينيها وفاقت، لقات واحد الوجه قبيح واقف عليها، وهي تبدي تغوت: انا راه شفت داكشي كله اللي وقع لك، وخليتها حتى تاكدات ان حتى واحد ما شافها ومشات، عاد وانا نجي وحفرت عليك وجبتك لهنا لعندي، وهنا عليك الامان كاع ما تخافي. وهي تشوف فيه غلالة والخوف في عينيها، وهي تقول ليه: وشكون انت مولاي الغول؟ ابتسم الوحش وهو يجاوبها: انا بصح كيف ما قلتي غول، سكنت الغابة من هادي شحال، ولكن عمري اديت شي واحد. وبقات غلالة كتدور في عينيها وهي تلقى غير الدليل والظلام، وهي تقول ليه: واش هاد البلاصة ما تعرف ليلو من نهارو؟ جاوبها الغول ويقول ليها: هذا راه بير قديم نشف من الماء، وما بقى حتى واحد تيجي يسقي منه، شديته سديته وسكنت فيه. هنا غلالة خافت وهي تقول ليه: كيفاش سديتي؟ يعني ما عندي منين نخرج، وحتى حد ما غيسمعني الا غوتي الا كنتي ناوي الغدر. هو يجاوبها الغول: يا غلالة، راه قلت ليك عمري اديت شي مخلوق، ولو كانت نيتي الغدر كنت بديت بهاديك المرة اللي دارت فيك هاد الحالة هي الاولى. وهي الصراحة انا راه بغيتك تعيشي معايا وتونسيني ونلقى مع من نتحدث، وظلام البير خير لك من ظلام ديك المرأة، راه الا رجعتي عندها راه غدير فيك نفس الحالة وغترجعك للحفرة مرة أخرى، ولكن هاد المرة ما غاديش تخليك حتى تتأكد أنك متي عاد تمشي. هنا قررت غلالة تجاري الغول وقالت لي: أنا موافقة أنني نعيش معاك. فرح الغول أنه أخيرا ولا عنده ونيس في هاد الوحدة ديالو، من بعد ما كان غير بوحدو لا صحاب ولا حباب. بقات غلالة كدور تستكشف البير، وهي تلقى واحد الباب مسدود، وهي تسولو: وهاد الباب علاش سادو؟ اشنو القصة ديالو؟ هنا الغول تبدل اللون ديالو وغلاط الصوت ديالو، هو يقول ليها: الا داك الباب قبيح، لا هو ليل صريح ولا هو نهار فصيح، الداخل منه غدار، الا طمع في النهار والطماع فيه مقتول، وخا يعيا ما يعتذر. كانت غلالة ذكية وفاطنة، وهي فهمت داكشي اللي بغى يقول ليها الغول، وما بينتش ليه، وهي تسكت ما زادتش معاه على داك الباب.
من بعد ما دازو عدة أيام بدات غلالة كتولف على الغول وعلى ظلام البير، والصراحة حتى الغول كان ظريف معاها وما خلاها مخصوصة حتى من حاجة، ولكن أمر الباب دار ليها الشوكة في العقل ديالها، وهي تقول اليوم نعرف اش كاين، اليوم نكشف السر ديال هاد الباب. وهي تحط يديها على الساقطة وحلت الباب غير بشوية وهي كطل، ولكن ما لقات فيه والو، ما لقات الا واحد الطريق طويل وكله ظلام. هزات واحد الشمعة في يديها وبدات داخله. من بعد ما مشات واحد المدة شافت واحد الضو كيشع يعمي العينين. فرحت غلالة بالضو لان كان في البير غير الظلام وكاع ما كانتش كتشوف مسكينة الضو، ولكن كان خاصها ترجع قبل ما يجي الغول وما يلقاهاش في البير. هي ترجع بالزربة، دخلت سدات الباب طفات الشمعة ونعسات. منين رجع الغول ما حس بوالو، ولكن جاب معاه واحد الهدية عجيبة. جلست غلالة بين يديه كيف العادة وهي تسولو اشنو جبتي ليا معاك اليوم؟ جاوبها الغول هاد المرة جبت ليك واحد الحاجة اللي ما عمري جبتها لك، جبت ليك زيت الزيتون، الا غليتيها وحطيتي فيها رجليك يخرجوا كيلمعوا كيف الذهب، وجبت لك رماد الكحل باش تكحلي به عينيك ويوليو كيف الجوهر، وجبت عاود الصلصال الاحمر باش تحني به يديك وعمرهم يدبالو. غلالة بقات غير كتشوف، ظنت ان الغول كشف السر ديالها وعرف اش دارت شي كامل غير عقاب منه ليها. الزيت المغلية، الرماد الكحل والصلصال الاحمر، لانه من قبل حضرها وقال ليها ما تقربش لديك الباب، الليل والنهار هو الظلام والنور، والداخل منه غدار هي غلالة الا دخلت، ايوا واللي غدر يستحق العقوبة. الغول بقى كيشوف فيها هو يقول لها انا عارفك شاكه فيا وفي هاد الهديه اللي جبت لك، ولكن هادشي اللي قلت لك راه صحيح، جربي وحكمي. شدات غلاله ديك الهديه وقررت انها دير داكشي اللي جاب ليها حداه باش تمحيلو الشك منها انها دخلت، ولكن المفاجاه ان داكشي بصح اللي جاب ليها وقع. منين شافت راسها غلاله في المرايه شافت وحده اخرى احسن واجمل منها، وان داكشي بصح اللي جاب ليها، وانه ما عرفش باللي هي حلات الباب ودخلات. لا غد ليه الغول مين كان خارج قررت غلاله تعاود تدخل مره اخرى وتعرف السر ديال داك الضو اللي كاين في اخر الطريق. غير خرج الغول وهي تدخل عاود، بدات كتزرب في المشيه ديالها حتى وصلت للضو. لقات ان هذاك الضو ما هو غير مخرج سري وكيخرج واحد الروضه جميله. بقات مصدومه غير كتشوف داك الجمال ديال ديك الروضه، الورد، الفراشات، الفراخ، غير جنه فوق الارض. الفراخ كتغني والواد يجري وغلاله تابعه الماء وكترش عليها وحلات الضفاير ديالها يتنفسوا من الظلام. وهي تشوف من البعيد واحد القصر كبير وبعض من الناس جايين قاصدين المكان. بدات الشمس كتغيب وغلاله حسات ان الغول غيكون قرب يرجع، وهي ترجع بالزربه للبير قبل ما تفضح. من هذاك النهار غير يخرج الغول تبعو حتى غلاله وهي تخرج للروضه تجري تلعب حتى العشيه وترجع للبير قبل منه. واحد النهار خرج امير البلاد يتنزه حتى هو في الروضه وهو يجيه العطش، وقصد الواد غير مد يديه الماء وهو يلقى زغبه من الضفيرات غلاله فوق الماء هازها، وبقى كيسول راسو واش كاينه شي وحده في هاد البلاد عندها بحال هاد الزغبه. هو يقرر انه يدور على الديور باب باب ويقارن الزغبه مع الشعر ديال البنات ديال البلاد. فرجع للقصر ديالو وامر الخدم والحشم انهم يقلبوا على مولات هاد الزغبه، وهو حتى شي واحد ما كان عارف ان غلاله راه كتجي للروضه كل نهار، وحتى غلاله ما كانتش عارفه ان الامير ديال البلاد كيقلب عليها. ملي قلبوا بنات البلاد حتى وحده ما عندها بحال داك الشعر. مشاو الخدم ديال الامير عنده وقالوا ليه بان سمعنا كاينه شي بنت غريبه كتجي كل نهار للروضه كتلعب وكتشرب، وقبل ما تغيب الشمس كتخوي الروضه، ما عرفوها لا واش انس ولا جان. قرر امير البلاد انه يمشي بنفسه للروضه ويتسناها حتى تبان. ولا غد ليه الغول صبح مريض وكاع ما خرج داك النهار، وحتى غلاله ما قدرات حتى هي تخرج. بقى الغول مريض يومين
والأمير حتى هو بقى يومين وهو بايت في الروضة، وفي النهار الثالث رجع القصر ديالو. أما في البير فالغول مسكين تزاد عليه الحال، وفي اليوم الرابع مات. حزنت عليه غلالة وبكات عليه لأنه لقات فيه الأب والأم والعائلة ديالها، ولكن مع الوقت ريحة الغول بدات كتفوح. غطاتو غلالة وخرجت من البير للمرة الأخيرة. كانت خايفة وعارفة أن دابا ما كاين اللي غيحميها لا من البرد ولا من الجوع. وهي واقفة شافت من البعيد واحد العودة هاربة والرجال موراها تابعينها، وجدات راسها غلالة باش تهرب وهي تقصدها العودة. وصلت لعندها وهي توقف وتهدنات. منين وصلوا الرجال ما فهموا والو، كيفاش قدرات تهدن العودة اللي هما براسهم من شحال هذه ما قدروش عليها. قرب الكبير ديال دوك الرجال شد الجام ديال العودة وهو يسول غلالة، قال لها شكون يا بنت الناس؟ خافت غلالة لحتى هذا الراجل يكون تا هو قاسي بحال مرت الاب ديالها، وهي تقول ليه انا اللي خلى الايتام وسكن في الظلام، وخلى العروش وسكن مع الوحوش، ودابا الوحش هالك والباب سالك، يا نكون عليكم ضيفة ولا ضيفة على دار الخليفة. هذاك الراجل ما فهم والو من داكشي اللي قالت ليه، وهو يقول هاد البنت امرها عظيم وما غيفهم كلامها الا الشيخ الحكيم. خداو العودة ورجع للقصر وحكاو الامير داكشي اللي قالت لهم ديك البنت. هنا الامير عرف ان ديك البنت راه هي مولات الزغبة. خرج بالزربة مع الخدم ديالو جنب الواد باش يلقى غلالة، وكانت هي مازال جالسة في بلاصتها حيرة وما عارفة فين تمشي ولا تبات هاد الليلة. وقف الأمير قدام غلالة وتسحر بالزين ديالها، أما هي كانت خايفة وهي تقول ليه ماشي أنا اللي هربت العودة. ضحك الأمير وقال ليها ما جيتش على قبل العودة وإنما جيت على قبلك. وهو يشوف الضفيرة ديالها ويتأكد أنها هي البنت اللي كيقلب عليها. قال لها الامير القصه ديالو وهي عاود حكات ليه القصه ديالها، وبقى مصدوم داكشي اللي عاشتو واللي عاودت ليه. هو يعرض عليها الزواج وتعيش معاه في القصر ديالو. فرحت غلالة بزاف وعرفت ان اخرة الصبر ديالها هو النيل المراد. وفي القصر ديال الامير كانوا 3 ديال الجاريات حقودات، كانوا مدابزين شكون اللي غيفوز بقلب الامير باي طريقه كانت. وملي دخلت غلالة للقصر داروا بها الخدم ولبسوها اللباس الحرير والجوهر، وهذا الشيء غمز تشعل النار ديال الحسد والغيره في قلب دوك الجاريات. منين بقى العرس 3 ايام، في الليله الاولى تسلات وحده منهم البيت غلالة باش تشوفها اش كدير اللي خلاها تكون جميله بهاد الدرجه. وهي تشوفها كتغلي الزيت وتغمس فيها رجليها وتخرجهم كيلمعوا بحال الذهب. هي تقول الجاريه في السر ديالها ساهله ماهله زويته مغليه ورجيلاتي هما كيلمعوا. مشات للبيت ديالها سدات عليها الباب غلت الزيت غير خشات فيها رجليها وهي تفضح الدنيا بالغوات. حرقات رجليها ومن داك النهار ما بقات تقدر تمشي على رجليها. اما في الليله الثانيه فتسلات الجاريه الثانيه شافتها كتكحل عينيها بالرماد الكحل، وهي تقول ساهله ماهله كاين العود والرماد موجود، ما نعس هاد الليله حتى نضربها بتكحيله. ايوا ناضت وجدات الكحل تسمرات قدام المرايه وغير بدات كتكحل وفرحانه وحلات عينيها حتى لقات راسها ما كتشوف حتى حاجه غير الكحل والظلام. اما في الليله الاخيره فالجاريه الثالثه تسلات البيت غلاله ولقات غلاله كتحني يديها بالصلصال الاحمر، وهي تقول حتى هي ساهله ماهله اليوم نعس حتى نحني يديا ورجليا. مشات هذيك الجاريه للبيت ديالها خلطات الصلصال الاحمر بالماء وطلات يديها ورجليها ونعسات وهي كتحلم غيصبح الصباح. وفي الصباح ملي فاقت لقات بيديها ورجليها محجرين وما بقات قادره كاع تحركهم. عرفت الجاريه ان الحاسد غادي غير الخسران مهما طال الزمان. حلت اخيرا الفرحه بوابها الغلاله وانطلقات الفرحه في هاد البلاد السعيده. وداز العرس 3 ايام فرح فيها الصغير والكبير والغني والفقير. واللي زاد من فرحة غلالة انها عرفت ان المرت الاب ديالها ماتت، وطلبات من الامير يخلي الاب وخوتها يعيشوا معاها في القصر. والامير وافق وقبل انه يجمع الشمل ديالها. وهكذا سالت حكاية غلالة.